مصدر من الأهلي: تم متابعة دغموم في لقاء الزمالك والمصري، وتم اكتشاف ان دغموم لا يجيد اللعب في المباريات الكبيرة. أكد مصدر من داخل النادي الأهلي على أن عبد الرحيم دغموم تم متابعته في لقاء الزمالك والمصري بالأمس، ولجنة الكورة في النادي الأهلي شافت ان عبد الرحيم دغموم عنده مشكلة دايما مع المصري في السنوات الماضية، وهي انه دايما في الماتشات العادية في الدوري بيتألق ويظهر بشكل جيد، وبعد كده يجي بقى ضد الفرق الكبيرة لا يظهر بنفس المستوى. الله أعلم بقى بيتخض ولا إيه ولا بيخاف. ولكن عموما كمان النادي الأهلي حصل على تقرير طبي عن حالة إصابات دغموم من المصري في السنوات الماضية، وتم التأكد من أن اللاعب يعاني من ضعف في العضلات، عضلاته ضعيفة خاصة عضلات الساق وعضلات الفخذ، فبالتالي ضعف عضلاته ده قد يؤدي لإصابات عضلية كثيرة. لذا نقول كده انه حاليا وبشكل مؤقت مفيش خالص عبد الرحيم دغموم في الأهلي.